السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد واقتراح جديد. اليوم جيت نحضر معكم الحرشة الفران بمقادير مضبوطة، كذلك الطريقة جد مبسطة. فنبداو على بركة الله. فبالنسبة للمقادير عندي تما نص لتر الحليب، عندي كذلك نص كاس ديال الزيت وجوج بيضات نص كيلو ديال السميدة رقيقة ونص كاس ديال سنيدة، قبيصة الملح، وعندي جوج خمارات حمرين وخماره بيضه ليا فانيا. فبالنسبه لهداك الحليب اللي درت كميه تما في هذاك الاناء، ضفت ليه نص كاس ديال سنيده فما تيبانش معكم، كذلك قبيصه الملح. فانا باش نسرع العمليه ديال الذوبان ديالو ما نتعطلش هكا في الفيديو. فبديت هكاك ذوبت السكر مع الحليب ونبداو نضيفوا العناصر الاخرى. فنبداو على بركه الله نضيفوا البيض. فهاد المقادير مضبوطه ساهله كما تتشوفوا. نص لتر الحليب في نص كيلو تسميده ونص كاس ديال سنيده زائد كاس ديال الزيت، جوج بيضات، جوج خمارات. فتقدروا تعقلوا عليهم بلا ما تقيدوهم. ونضيفوا الفانيلا لهداك الحليب، نضيفوا البيض كذلك. فهاد الحرشه تجي مغايره لا في المذاق ولا في الشكل على الحرشه العاديه ديال المقله. وحتى الحرشه المقله ديال المقله نشاركها معكم ان شاء الله مره اخرى. ونستمروا هكا على بالتحريك حتى يندمج معنا داك البيض مع الحليب. وفي هذا الاثناء نبداو نضيفوا الزيت تدريجيا. فبالنسبه لهاد الحرشه راه داك نص كاس ديال سنيده تعطي واحد المذاق شويه الحلاوه، ما تجيش هي حلوه بزاف بحال الكيكه. تقدروا تستغناو عليه الا ما تتبغيوش نهائيا الحلاوه في الحرشه، تقدروا تستغناو عليه. ومن بعد ما ندمجوا لينا العناصر مزيان فنضيفوا الحليب اللي بقى لينا. فانا درت كميه الحليب وخليت كميه تما، ولكن غالبا تيجي هذاك نص لتر الحليب مع 6 كيلو تسميده تيجي نيشان، ما تيبقاش لينا منه والو، تيجي القوام هو هذاك. فهاد المقادير مضبوطه كما قلت لكم. ونضيفوا السميده تدريجيا. ضروري تكون السميده نوعيه جيده، وتكونوا غربلتوها من طبيعه الحال باش ما يكونوش فيها شي شوائب. وبالنسبه للقوام اللي تيبان لينا في هذا الاثناء، فحنايا تنديروا القوام تيكون شي شويه سائل، ما تيكونش القوام جامع راسو. فمن بعد كما تتعرفوا على السميده فراه تترجع تتشرب، ضروري نديروه هكا يكون جاري شي شويه. ومن بعد ثاني حنا تنكونوا تنوجدوا الطاوه ديال الفران فتلقاوها وصلت للقوام اللي بغيناه، ما تنديروهاش من الاول تكون قاصحه ثقيله. فكما تتشوفوا دابا شفتوها في هذا القوام. فمن بعد تنعاود انا نضيف لها شويه الحليب باش نزيد نخففها، فتتكونوا مخلين واحد شويه الحليب تقريبا نص كاس في هذيك الكرتونه. تتخليوها هذاك الضروره الا شفتوها محتاجه الحليب تضيفوه، ولا كانت ما محتاجاش ما تضيفوه. فغالبا سطروا الحليب كما قلت لكم تيجي مع هاد نص كيلو السميده. وراه كاينه السميده تختلف من سميده لسميده، تقدروا تحتاجوا هذاك نص كاس، تقدروا ما تحتاجوش، ولكن العبار العادي تيكون نص لتر في نص كيلو. وهكا تنكونوا دهنا الطاوه ديال الفران ورشيناها بطبيعه الحال بسميده. درنا فيها الحريشه ديالنا وندخلوها على الفران طيب على خطره على درجه حراره متوسطه. انا تنخدم بالفران ديال الغاز. وتراقبوها الا شفتوها تحمرات من الجوانب تتعطي الريحه ديال الفاني فيها، تتكون واجده، تتكون طابت من التحت. تتكون طابت من التحت وتتهبطوها نيت لتحت ديال الفران تتحمر من الوجه ديالها. ما تغفلوش عليها، حاولوا ما تغفلوش عليها، تراقبوها باش ما تحرق لكمش. والنتيجه ديال
النتيجه ديال التحمار ديالها اللي تيكون في موين، ما تكونش محمره بزاف حتى محروقه، وكذلك ما تكونش باقا شويه خضراء. فكما تتشوفوا تتكون محمره مزيان. ضروري تراقبوها، ولا شفتوا الجوانب ما طابوش معكم تبقاو دوروها في الفران حتى تحمر، تشد هذا اللون هذا. فكتجي تتكون واجده، تجي واحد الحرشه اللي هائله. جربوها بعينيكم مغمضين، اكيد ان شاء الله الاقتراح ديال اليوم غادي يعجبكم. كما شفتوا معايا مقادير مضبوطه والطريقه جد مبسطه، فجربوها ان شاء الله، وتنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ولا عجبتكم وجاتكم هي هذيك، فما تبخلوش علينا بواحد التعليق زوين. ولا كنتم مشتركينش معنا في القناه فادخلوا اشتركوا معايا في القناه، مرحبا بكم. وديروا لنا شي لايك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.